انك تقدر في اقل من دقيقه تبص على اي ويب سايت في الدنيا وتعرف تاريخه، قوته، بيجيب زوار منين، بيصرف فلوس على ايه، مين اعدائه، كل حاجه. الشاشه اللي هنتكلم عنها النهارده هي اللي بتعمل كده بالظبط. في الحلقه اللي فاتت بنينا مركز القياده وعملنا بروجكت على سيمرش بنفهم منه احنا واقفين فين. دلوقتي احنا جاهزين لاول خطوه في اي تحليل، سواء كان الويب سايت بتاعنا او لاي منافس. النهارده هنتكلم عن اهم شاشه في سيمرش كله، الشاشه اللي بنعتبرها سي في لاي ويب سايت، شاشه الدومين اوفر فيو. يلا اعمل سبسكرايب وخلينا نشوف ازاي نقرا سي في اي ويب سايت ونطلع منه قرارات ذكيه تخدم موقعنا وتخدم الويب سايت بتاعنا. اول حاجه خلينا نفتح واجهه سيمرش ونكتب اسم الدومين، اي دومين معروف زي سوق او نون او جوميا او خلافه، ونشوف شاشه الدومين اوفر فيو هتودينا لفين. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هندخل لينك ويب سايت، اي ويب سايت سواء بتاعي او بتاع احد المنافسين. انا هنا هدخل ويب سايت احد المنافسين وهكتب ان انا عايز اعمل السيرش بتاعي على الموقع ده في السعوديه فقط، وهعمل سيرش. هيبدا يطلع لي داشبورد جديده، طبعا هتخضني في اول لقطه، لكن لو فهمتها هلاقيها اكتر داشبورد بتساعدني في الدنيا. هنا انا بقدر اشوف ايه؟ اول حاجه الاثوريتي سكور. ايه بقى الاثوريتي سكور ده؟ ده رقم من 100 بيعبر عن قوه وسمعه الدومين ده. كل ما زاد الرقم ده كل ما كان الويب سايت بتاعي تقيل وليه وزن عند محركات البحث. طيب ده هيخلينا افكر واسال سؤال، هو الويب سايت ده واخد سكور 28 عشان هو قديم ولا هو جديد وقدر يثبت نفسه في وقت قليل؟ الكلام ده طبعا لو بطبق على منافس، لو بطبق على نفسي لازم ابقى فاهم انا واخد السكور ده بناء على ايه. طيب انا خدته جديد ولا خدته بناء على خلفيه من سنين كتير زي ما احنا هنشوف دلوقتي؟ لو بصيت هلاقي ان انا من جولاي 24 لحد النهارده السكور بتاعي زاد حاجه بسيطه جدا. ده تاني حاجه بحب ابص عليها هي الاورجانيك سيرش ترافيك بالمقارنه بالبيد سيرش ترافيك. انا حجم اليوزر، حجم الترافيك اللي بيدخلوا عندي قد ايه بالمقارنه بالبيد بالنسبه المدفوعه. فاليوزرز عند المنافس اللي انا بحلله ده على مدار الشهر الاخير او الست شهور الاخيره، السنه، السنتين، بيزيدوا ولا بيقلوا؟ هل في فترات بيتألق فيها وفترات بينزل تاني، ولا لا هو واخد تراك واحد؟ فببدأ احلل المنافس وافهم هو الترافيك بتاعه شغال ازاي، هل مرتبط بمواسم معينه مثلا ولا لا. البيد سيرش ترافيك من هنا ببدأ اشوف هل المنافس ده بيعمل اعلانات مدفوعه ولا لا. تقدير تقريبا عدد الزوار اللي بيجوا له من اعلانات جوجل قد ايه؟ هل بيكتروا؟ هل بيقلوا؟ هل بيزيدوا في موسم معين؟ هل بيزيدوا بمناسبه معينه؟ وببدا افهم طبيعه الاعلانات عند المنافس عامله ازاي. ايه كمان بركز عليه؟ عدد الباك لينكس. المنافس ده عنده 68,000 باك لينك. عارفين الرقم ده يعني ايه؟ يعني الراجل ده يا اما قديم جدا يا اما شغال على نفسه بشكل قوي جدا جدا. في الحالتين انا محتاج ابقى فاهم مين المنافسين، بيجيله من كل ويب سايت كام زياره وليه، وهل دي باك لينكس حقيقيه ولا باك لينكس مثلا شاريها، ولا ايه القصه بالظبط. ببقى محتاج افهم اكتر. من الاربع ارقام دول ببدا اخد فكره سريعه اساسيه عن الويب سايت بتاع المنافس، وهل هو فعلا ويب سايت قوي ولا لا. لو نزلت تحت شويه هبدا اشوف الويب سايت ده هو مركز على بلد معينه ولا قادر ينتشر في كل البلاد. طيب هو شاطر جدا في السعوديه، ففي 50% من الترافيك بتاعه موجود من عملاء سعوديين. الكيوردز اللي بيظهر فيها فيهم 370 كيورد من عملاء السعوديه. هبدأ أشوف المنافس ده في السعودية بيجيله الزيارات من أي كيوردز، وأبدأ أشوف أنا أي كيوردز في دي مناسبة للموقع بتاعي أقدر أنا كمان أستغلها واستفيد منها. هنرجع للنقطة دي تاني بالتفصيل في حلقات جاية، بس خلينا نرجع دلوقتي للدومين اوفرفيو. حلو جدا. من نفس البيج ببدأ أشوف إيه كمان؟ بشوف الأورجانيك كيوردز، عدد الكيوردز اللي الويب سايت ده بيتصدر فيها. هو النهاردة متصدر في التوب 3 في 5 كيورد، وعنده 33 كيورد بيلعبوا ما بين النتيجة الرابعة والعشرة، وعنده 50 كيورد بيلعبوا في النتيجة كذا. فببدأ أشوف مدى قوة تصدر الكيوردز عند الويب سايت ده. لو بصينا هنا في التوب اورجانيك كيوردز هيبدأ يقول لي الكيوردز اللي هو بيتصدر فيها، وبتجيب له تقريبا فوليوم قد ايه، كل كيورد منهم بتجيب له فوليوم قد ايه كزوار وكترافيك للويب سايت بتاعه.
لو بصيت في التوب كيوردز هلاقي انه دي الاورجانيك كيوردز، الكيوردز اللي الناس بتسيرش بيها بشكل اورجانيك تماما، اهم 5 بيتصدر فيهم. طيب هنا سؤال كتير، هل الكيوردز دي هم قلب البيزنس بتاعه ولا دول مواضيع عامة بس بتجيب له ترافيك وخلاص؟ هل بيكسبوا منها زوار والزائر ده بيتحول لعميل، ولا دي كلمات بس عشان اتصدر في محركات البحث؟ فده بيخليني افهم اكتر. مش بس كده، هو بيقول لي كل كيورد انا بتصدر فيها في النتيجة رقم كام، وحجم السيرش عليها في السعودية، لان انا عاملة فوق السيرش بتاعي في السعودية، حجم السيرش عليها في السعودية قد ايه، وبيجي لي منها ترافيك قد ايه. فبيوضح لي شوية تفاصيل مهمة جدا. ايه كمان محتاجة ابص عليه؟ الاورجانيك بوزيشن ديستريبيوشن. لو نزلت تحت شوية هلاقيه عامل لي competitive positioning map. يعني ايه؟ يعني انا مين منافسيني في الماركت، انا حجمي بالمقارنة بمنافسيني قد ايه. هنا بيقيسها من وجهة نظر ايه؟ من وجهة نظر الترافيك. انا السايت بتاعي كبير وتقيل بالمقارنة بالويب سايتس المنافسة according لحجم السيرش وحجم الترافيك اللي بيجي لي بشكل اورجانيك تماما. وعلى الشمال هتلاقيه بيقول لك مين هما المين اورجانيك كومبيتيتورز بتوعك، في كيوردز مشتركه بيني وبين قد ايه. خلينا نغير الويب سايت ونجرب نعمل السيرش بتاعنا على ويب سايت نون برضو في السعوديه. هتلاقي فيه ويدجت اسمه advertising research. الجزء ده بشوف فيه ايه؟ بشوف فيه التوب بيد كيوردز، الكلمات المفتاحيه اللي هم لما بيعملوا اعلان فيها، فهو لازم يرانك في اسمه. فاول حاجه بيعمل بيها اعلان هي نون السعوديه، وهكذا. بيقول لي كمان حجم السيرش والكوست بير كليك، تكلفه النقره الواحده للكيورد دي بتكلفه قد ايه. طبعا ده باي عمله؟ بعمله الريال السعودي. لو خليتها بالدولار هنزل تحت هلاقي انه الرقم ده اتغير بقى 60 سنت. بقت كلمة نون السعودية بتكلف الموقع ده 60 سنت، وبتجيب له حوالي 57,000 زيارة للموقع بتاعه. لو بصيت هلاقي ان هو بيرانك في الكيوردز اللي هو بيستهدفها للإعلانات الممولة. رقم 1 38 كلمة، رقم 2 7 كلمات، رقم أرقام بعد كده عدد قليل جدا من الكلمات. كمان هيقول لي مين المين كومبيتيتورز، وهيرسم لي الجراف بتاعها، وهيديني سامبل من الادز اللي هو بيعملها بالفعل، فيقول لي انه بيكتب في اعلاناته كذا وكذا وكذا، وده شكل الاعلان بتاعه. شفتوا ازاي في دقائق قليله باستخدام شاشه واحده بس قدرنا ناخد صوره كامله واستراتيجيه عن اي ويب سايت؟ عرفنا قوته، عرفنا مصدر زياراته، عرفنا تاريخه، عرفنا اهم الكلمات والكيوردز اللي بيرانك فيها سواء اورجانيك او مدفوعه، وعرفنا كمان مين منافسين. الدومين اوفر فيو هي نقطه البدايه لاي اناليسيس. كل مربع من اللي شرحناهم النهارده لما بتدوس على فيو ديتيلز ده بيظهر لك كل حاجه تحته، بيدخلك على اداه كامله واداه تفصيليه جوه سمرش، وهو ده اللي هنعمله ابتداء من الحلقه الجايه. طيب التاسك بتاعتك ايه النهارده؟ انك تاخد 3 ويب سايتس، الويب سايت بتاعك زائد اكبر منافس تعرفه ومنافس ثالث اكتشفته من مربع المين اورجانيك كومبيتيتورز، وتبدا تاخد كل واحد فيهم وتحطه في الدومين اوفر فيو وتقارن الارقام وتبدا تشوف هتستكشف ايه وهتوصل لايه من الارقام اللي انت قريتها. ده لاننا في الحلقه الجايه ان شاء الله هناخد اهم الاقسام دي، مين المنافسين، مين الكيوردز، مين الباك لينكس، ونعمل لهم ريفرس انجينيرنج كامل عشان نطلع بخطه هجوم واضحه. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تستعد للحلقه الاهم في الكورس كله. لو مش قادر تقرا ارقام بنفسك سيب لينك الويب سايت بتاعك في الكومنتس، خلينا نعمله اناليسيس مع بعض ونبدا نفهم ونقرا الارقام بشكل ادق مع بعض.